البنزين غلي تاني، قصدي عاشر. فهل فعلا النهارده شراء عربيه كهرباء بقى هو الحل؟ معايا سمارت هاشتاج 1 بجربها بقالي شهر، تجربة تعايش متكاملة. المميزات: سيارة مدينة بامتياز، مميزة وملفتة للنظر جدا، براند ما هواش قليل، عربية بريميوم، راحة ركوب محترمة جدا، مساحات داخلية محترمة جدا. ده غير التميز بتاع انها برابوس، الستيتشنج الاحمر، الالكانتارا، احزمة الامان اللي لونها احمر، حرف البيل على مسند الراس، وفوق ده كله انت حرفيا واخد اداء سوبر كار. انت دايس على وش اي حد لحد ال 180 يا معلم. وانا لما بقول اي حد انا فعلا اعني ان هي اي حد، الا لو قابلت بقى 911 تيربو اس ولا اي حاجه زي كده. وفوق ده كله بقى ال 200 جنيه شحن بطيء بيمشوك حوالي 600 كيلو. لو انت كمان ماشي محترم ممكن تمشي اكتر من كده، يعني لو ما بتجريش وماشي اقتصادي تمشيك اكتر من كده مرتاح. في حين النهارده ال 200 جنيه دول بقوا تقريبا 10 لتر بنزين 95. لو عربيه استهلاكها في البنزين محترم زي عربيات فولكس فاجن ممكن يمشوك حوالي 150 200 كيلو بالكتير. لو عربيه تانية عاديه اللي بيستهلكوا 10 لتر لكل 100 كيلو هتمشيك 100 كيلو لحد 120 بالكتير. يبقى هي فعلا موفره وكلها مميزات. فيلا بينا كلنا بقى نروح نشتري عربيات كهرباء ونستغل ان البنزين غلي. لا يا معلم، هنا بقى نحط وقفه. انا لا هحلي لك بضاعه ولا هقول لك روح هنا ولا روح هنا الا لما تشوف الصوره كلها، عشان انت لازم تعرف مميزات وعيوب الموضوع بالظبط، عشان ما فيش حد يوجهك للاتجاه ده او الاتجاه المعاكس. اول وابرز العيوب بتاع العربيات الكهرباء الرينج بتاعها والقلق اللي بيجي لك، الرينج انكزايتي اللي بيجي لك دي بينتج عنه تكتيف في المشي والاستخدام بتاع العربيه. ولازم تبقى بني ادم جدولك ومواعيدك منتظمه جدا، هي مش عربيات طوارئ يا معلم. وانا شخصيا في خلال فتره التعايش مع العربيه دي حصل لي موقفين. موقف كان فيه واجب عزا في احدى المحافظات القريبه ما عرفتش اروح، العربيه ما كانتش مشحونه. موقف تاني حاجه جات لي كده مفاجاه في الشيخ زايد، اضطريت اروح بعربيه البنزين لان برضه العربيه ما كانتش مشحونه. اي يوم تاني بقى عندي ايفنتات لازم ابقى مرتب اليوم واعرف اشحن العربيه قبلها بقد ايه. وبعدين الشحن نفسه بقى والوقت اللي هي بتاخده سواء شحن سريع او شحن بطيء لازم برضه تبقى عامل حساب الوقت اللي بيضيع. وفي كل الحالات انت لازم يبقى عندك شاحن في البيت. وبرضه الموضوع ده انا مع معايشتي مع العربيه اكتشفت ان هو مش بالسهوله. يا اما يبقى عندك ستاند الون او توين هاوس او حاجه بتاعتك بحيث ان ما حدش يضايقك في تركيب الشاحن، او حتى عندك باكيه في جراج وبرضه ما حدش يضايقك في تركيب الشاحن. لان اكتشفت ان 90% من الكومباوندز الجديده او حتى اللي موجوده من قبل كده بقوا بيمنعوا تركيب الشواحن داخل الجراجات، حفظا بقى على السلامه، حفظا على الامان. ولكن في الاخر انت برضه كراجل ساكن في كومباوند وشارع عربيه كهرباء انت مش عارف تشحن عربيتك تحت بيتك. ويا ريت الكومباوند موفر لك اماكن كافيه للشحن او شواحن سريعه، لا ما بتبقاش متوفره. وعلى فكره ده في اكبر الكومباوندز اللي موجوده في مصر. وفي نقطه برضه مهمه جدا هي عدم انتشار الشواحن في المحافظات والاقاليم. واجب العزاء اللي كان عندي ده كان في بورسعيد. لما دخلت على الابلكيشنز بتوع شاحن وانفينيتي لقيت محطتين بس في بورسعيد والاثنين شاحن بطيء والاثنين كانوا اوكيوبايد. واخر حاجه هتكلم فيها هي سلوكيات الناس وانعدام الوعي او عدم وصول الوعي للدرجه الكافيه ان هم يبقوا مؤمنين ان مكان شحن العربيه الكهرباء ما ينفعش اروح اقف فيه بعربيه البنزين. فاحنا لسه محتاجين شويه نشتغل على الموضوع ده ونعرف اهميه ان المكان ده المفروض ما نركنش فيه. فمن الاخر عشان ما اطولش عليك، حتى الان لا غنى عن وجود عربيه بنزين في البيت. ممكن لو انت عندك عربيه كويسه 2018 20 اي حاجه وهتجيب عربيه جديده ممكن تجيب الجديده كهرباء وتبقى للاستخدام اليومي بتاعك في حاله ان انت مظبط امورك في الشحن وكل الكلام اللي حكينا فيه. انما لو هتقول عكس الكلام ده وانت بني ادم الريتم بتاعك ما هوش رتم هادي وماشي حياتك كلها بجدول منتظم، يبقى ما اعرفش بقى، مش هنقعد نعيد الكلام من الاول عشان ما اطولش الفيديو اكتر من كده. اكتبوا لي برضو رايكم في الكلام اللي انا قلته. متشكر على المتابعه، اشوفكم فيديو جديد قريب ان شاء الله.